أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات أصدقاء الثورة. صديق حلقة اليوم شخصية سياسية بامتياز، متميزة لأنه استطاع أن يثبت وجوده في المحفل السياسي الأوروبي العربي والدولي لعقود من الزمن. شخصية مثيرة للجدل، إنه البريطاني توني بان. توني بان الوزير والنائب والسياسي ولد في لندن العام 1925. اسمه الكامل أنطوني ويدجود بان، المعروف باسم أنطوني بان. منذ صغره كانت له ميولات اشتراكية، رغم أنه نشأ في عائلة ليبرالية. والده كان معروف وكان أحد اللوردات، لكن توني بان رفض أن يرث والده في المنصب لأنه لم يكن يؤمن بما يعرف بالتوازن الطبقي في الغرب. توني بان بعد الانتهاء من دراسته أصبح مناضلا معروفا في اليسار البريطاني، واستطاع أن يفرض نفسه كشخصية يسارية في دولة توجهاتها غربية. توني بان شغل عدة وظائف سامية. كان وزيرا للبريد في بريطانيا، وفي عهده عرفت بريطانيا تطورا كبير، وفي عهده أيضا تم افتتاح أكبر برج وأعلى برج في بريطانيا آنذاك، وهو برج البريد تاور بوست أوفيس. تولى أيضا وزارة التكنولوجيات، وعرفت بريطانيا في عهده قفزة نوعية في مجال صناعة السيارات. ثم أصبح كاتب دولة للطاقة في حكومة جيمس طاراغان، كما كان وزيرا للتكنولوجيات. وفي عهده أيضا عرفت الحركة العمالية نشاطا كبير من خلال الزيادات في أجور العمال، ومن خلال أيضا إنشاء تعاونيات العمالية. أصبح توني بان ظاهرة، حتى أصبحت تلقب طريقته في التسيير وآراءه بالبينية البينست نسبة إلى اسمه، خاصة وأنه عارض ووقف ضد انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة. ظل توني بان بمواقفه وتصريحاته السياسية مثيرا للجدل، ليس في بريطانيا فقط، ولكن في عموم أوروبا الغربية وفي العالم. عرف توني بان بوقوفه إلى جانب الحركات التحررية في العالم، وكان دائما يقف ضد الحروب، سواء في جزر المالوين، في فلسطين، في العراق بعد ذلك، وخاصة في الجزائر. موقفه المساند للثورة الجزائرية ظهر جليا منتصف الخمسينات. توني بان وهو نائب برلماني لمدة 50 سنة، تقريبا نصف قرن، وهو عضو في البرلمان. في اجتماع لمجلس العموم البريطاني في جوان 59 ألقى خطابا شهيرا. هذا الخطاب تم الإعلان فيه عن تأسيس لجنة بريطانية لمساندة الجزائر، The British Committee for Algeria. هذه اللجنة التي ترأسها توني بان حدد أهدافها في اجتماع حضره ممثل الثورة في أوروبا الغربية، المناضل المعروف محمد كلو، الذي ألقى كلمة بالمناسبة عرف البريطانيين والنواب خاصة بالقضية الجزائرية. توني بان حدد 4 أهداف للجنة البريطانية لمساعدة الثورة الجزائرية. أول هذه الأهداف، أولا إطلاع الرأي العام البريطاني على حقيقة ما يجري في الجزائر، خاصة وأن الدعاية الاستعمارية الفرنسية بحكم علاقات بريطانيا مع فرنسا كانت تقدم حقائق مغايرة لما كان يجري داخل الجزائر. ثانيا، دفع الحكومة البريطانية إلى تبني موقف صريح من قضية استقلال الجزائر والتركيز على التفاوض من أجل الاستقلال فقط. ثالثا، القيام بحملات سياسية توعوية
في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية لنقل حقائق الثورة الجزائرية لعموم البريطانيين. ورابعاً، حمل الدولة البريطانية والمصالح الرسمية على تبني حل التفاوض والاستقلال والدفاع عن هذا الحل في الأمم المتحدة. توني بان ألقى خطاباً آخر بعد سنة في اجتماع المؤتمر العالمي المناهض للاستعمار الذي نظمه النائب البريطاني فينر بروكواي، اللي هو أيضاً فينر بروكواي صديق للثورة الجزائرية. في هذا الخطاب حدد توجهاته حول القضية الجزائرية، حيث أكد توني بان أنه لا حل في الجزائر إلا بالتفاوض من أجل استقلال الجزائر. توني بان أيضا أجرى حوار مع جريدة المجاهد لسان حال الثورة في عدد جانفي 1960 ونشر في الجريدة. حدد فيه مواقفه الصريحة ودعواته إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل القضية الجزائرية، لأنها أصبحت قضية عالمية تجاوزت حدود العلاقات الداخلية لفرنسا. توني بان ظل مدافعاً عن عدالة القضية الجزائرية إلى غاية تحقيق الاستقلال. بعد استقلال الجزائر، توني بان الوزير والنائب والسياسي انبرى للدفاع عن القضايا العادلة في العالم العربي، وخاصة القضية الفلسطينية التي أصبحت شغله الشاغل. ثم عند الغزو الأمريكي للعراق في تسعينيات القرن الماضي، كان واحد من المدافعين عن العراق، ووقف ضد الحرب وضد احتلال العراق، وكانت له نشاطات سياسية وإعلامية في مختلف العواصم العالمية. توني بان هذا الرجل المثير للجدل بمواقفه داخل بريطانيا وخارج بريطانيا، باستوزاره لعدة مرات، لوجوده في البرلمان لمدة نصف قرن، لمواقفه الصريحة تجاه القضايا العادلة، ظل شخصية أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان بامتياز. توفي توني بان العام 2014 بلندن في بريطانيا. إلى اللقاء في حلقة قادمة.